اهلا بيكم في فيديو جديد، وفي حلقه جديده من وضعنا شو. الطاقيه دي جبتها من الفيوم. هي مفيش اي حاجه يعني ليها علاقه بالفيوم، دي شخصيتي الجديده عامه. حاولوا تتاقلموا عليها. من يومين عملت فيديو كده مع شاب لذيذ لطيف اسمه عمر كاتو عن مدرسين الثانويه العامه. كان فيديو رياكت، قعدنا فيه نتفرج على فيديوهات غريبه قوي، فيديوهات عن مدرسين ما كنتش عارف ان هي موجوده، مش عارف الناس دي اصلا بتعمل كونتنت. الموضوع ده فتح جزء من ذاكرتي، كنت حاسس ان انا خلاص مسحته، خلاص ردمته، خلاص قفلت عليه بالضبه والمفتاح، وعمري ما افتكر في يوم من الايام. بس اكتشفت ان هو لسه موجود. انا لسه فاكر العذاب اللي اتعذبته في السنه دي، لسه فاكر المعاناه اللي كنت بعانيها، لسه فاكر كل حاجه حصلت لي تقريبا كانها امبارح. لو عايزين تتفرجوا على الفيديو اللي انا برأكت فيه على فيديوهات ثانويه عامه هسيبه لكم في البايو. بس الفيديو ده مش هيبقى رياكت، الفيديو ده هيبقى عن قصتي انا وعن كلام كتير جوايا بخصوص اي حاجه ليها علاقه بالثانويه العامه. قبل ما الفيديو يبتدي متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. انا اصلا معرفش ازاي لسه في حاجه اسمها ثانويه عامه. يعني انا كل سنه بتفاجئ ان لسه الثانويه عامه دي حاجه موجوده، لسه لحد دلوقتي في ناس بتتعذب نفس العذاب ده، بتتفشخ نفس الفشخه دي. مش مصدق ان لسه في ناس بتدخل سباق لمدته سنه عشان يقرروا مين فيهم هيخش طب ومين فيهم هيخش هندسه ومين هيتربي في تجاره. موضوع عامل زي هانجر جيمز كده. وبجد لسه في ناس عايز تخش هندسه، يعني لسه في ناس شايفه ان المهندس ده اعلى من اي حد، وان هندسه كليه قمه وكده. يعني حرفيا دكتور مكاوي مهندس، دي حاجه ممكن تقول لكم حاجات كتير قوي عن هندسه. مثلا الرغبه في ان الطالب يخش هندسه او طب بنسبه مثلا 98% ما بتبقاش نابعه منه. يعني عمرك ما تلاقي مثلا واحد عنده 18 سنه بيحب المعمار او شايف نفسه مجدي يعقوب. مش عارف ليه لو في مراهق بيفكر بالطريقه دي هيبقى مراهق رخم، هيبقى عيل من العيال اللي هي المنبوذه اللي محدش بيحبها ولا بيطيقها في المدرسه. خلينا نتكلم عن 98 التانيين. هي بتبقى فكره محطوطه في دماغك من اهلك. الاهالي عامه في فتره الثانويه العامه دي بيبقوا عايزين اتنشن، بيبقوا عايزين يتقال لهم انت ابنك جاب كام. انا ابني جاب 98%، 99%. انا ابني دخل طب، انا ابني راح هندسه. ما اعتقدش في اب هيبقى مثلا في يوم من الايام فخور ويروح يقول لاصحابه انا ابني دخل معهد لاسلكي او انا بنتي دخلت تمريض اسوان. حاجه يعني بيزك مش مبهره خالص للاهالي. بيبقوا عايزينك تجيب مجموع عالي باي طريقه. غير ابوك راح قال لك لو دخلت هندسه هجيب لك عربيه، ابوك مش هيجيب لك عربيه. دي كدبه عمر ما حد عملها. انا بقول لك ابوك مش هيجيب لك عربيه. عامه لو جيت فكرت في اي حاجه بتخلي الانسان يتحرك عامه من سريره او يقوم او يشتغل او يكسب فلوس، هتلاقي ان بطريقه ما او باخرى هتلاقي مصدرها ان هو كان عايز اتنشن. يعني بيزنس الجيم كله قايم عن الناس عايزه اتنشن، نفسها ان يتقال لها كلام حلو او ان هي خست او ان جسمها بقى جامد. ذلك طبعا اكيد بيزنس الكوزماتكس واي بيزنس عامه ليه علاقه باي بنت، او محلات الورد مثلا تشتغل على رغبه اي بنت في ان يجي لها ورد. تنزل تشتري ورده تلاقيها ب 100 جنيه. ها هتدفع ولا هتنكد عليك؟ اللي بيعرف بقى يستفيد من رغبة الأهالي في الفشخرة وتلبية إحساسهم الداخلي كده إن ولادهم نجحوا هم مدرسين الثانوية العامة. هتدفع عشان ابنك يجيب مجموع عالي ويبقى الباشمهندس، ولا مش تدفع وابنك يطلع شحات؟ وعامة لو ابنك ما جابش مجموع عالي فالجامعات الخاصة هتاخد منك يعني أضعاف فلوس الدروس. بس خلينا دلوقتي في المدرسين بيعرفوا يبيعوا الوهم ده كويس قوي. تلاقي مدرس بيقول لك أنا السنة اللي فاتت في 50 واحد كانوا بياخدوا عندي ودخلوا كلية هندسة، طلعت 50 باشمهندس. طب ما هم دخلوا هندسة عشان ذاكروا واجتهدوا وجابوا مجموع عالي. بعدين انت مادة واحدة، هم ممكن يكونوا قفلوا المواد كلها ونقصوا في مادتك. ليه نسبت دخولهم الهندسة ليك؟ ليه مفتاح هندسة معاك انت؟ بعدين انت في 20,000 واحد بياخدوا معاك، اكيد فيهم 50 هيخشوا هندسة. كنت بتمشى في اكتوبر من يومين كده، لقيت سنتر ثانوية عامة، قلت اطلع كده ابص كده اشوف ايه اللي بيحصل جوه. لقيت بانر كبير كده مقسوم 3 اجزاء. اول جزء صورة المستر، والتاني جزء محطوط فيه صور ورسائل واتساب، سكرين شوتس حرفيا لناس بعتله بتقول له 90% الحمد لله والفضل يرجع ليك، 98% وكله بسببك، الحمد لله. طب عين شمس ومش عارف من غيرك كنت ازاي اخش طب. يعني مش توفيق من ربنا مثلا، مش اهلك او مش انت اللي اجتهدت وجبت المجموع العالي ده. لا هو اسطوره الجغرافيا اكيد هو السبب. اسطوره الجغرافيا هو السبب في انك تجيب مجموع وتخش كليه. ويا بقى لو واحد كان بياخد عند المستر ده طلع من اوائل الجمهوريه، يا لهوي. تلاقي بقى المستر بيقول لك ان الواد ده تربيته. عارف ليه بقى الواد ده طلع اول جمهوريه؟ ليه يا ترى؟ ليه؟ عشان خد مع اسطوره الفيزياء، خد مع عملاق الجغرافيا. ما هو عملاق الجغرافيا ما بيطلعش من تحته غير اوائل يا ابني. تروح بقى تاني يوم السنتر تلاقيه معلق صورته مع اول الجمهوريه وطابعها برضو على بانر كده ايه
حاططها كده على السنتر. طب ما الواد تعب، طب ما الواد يعني ذاكر ونجح في مواد تانية، مادتك هي اللي خليته اول يعني. في برضه حركه تانية كده بيعملوها المدرسين بتوع الثانويه العامه اللي هم الكبار دول، تلاقي المدرس منهم منزل 100 ملزمه، كل ملزمه فيها 50,000 سؤال، ويجي منهم سؤال في الامتحان. انا مش عايز اتكلم كتير، بس انا اتنبأت بالامتحان. انت عارف الامتحان من قبل ما ينزل. انا مش هتكلم كتير، كان معايا الامتحان في جيبي. انا بشوف المستقبل. اسطورة الجغرافيا يا جماعه اتنبأ بالامتحان قبل ما ينزل. الامتحان في جيبي وفي جيب اي حد، اختار الصح وخد مع عملاق الجغرافيا. طبيعي، ما طبيعي سؤال من ال 250 الف سؤال اللي انت حطيتهم في الملزمه يجي. امال هم هيجيبوا اسئله منين، من منهج تاني؟ لا 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 لا. انت عايز تقفل الامتحان؟ كلم اسطوره الفيزياء، معاه الامتحان في جيبه. محدش معاه الامتحان، محدش عارف ايه الاسئله اللي هتيجي. مهما حاولوا يبيعوا لك الوهم ده ما تصدقهمش. مفيش حد ملزمته فيها الخلاصه، مفيش حد ملزمته فيها الاسئله المتوقعه، مفيش الهبل ده كله. مدرسين الثانويه العامه عامه بيبقى عندهم حته كده جنون عظمه. كان في مدرسه في اسكندريه بتمشي بودي جاردات. طب ليه يعني؟ ليه حاسه ان انت مستهدفه؟ حرفيا مفيش حد يعرفك اكتر من 20 سنه. في مدرسين بقى تلاقيهم راحوا حجزوا مسرح مثلا، او حجزوا سينما. يعني كان في مدرس في شارع الهرم كان بيحجز سينما رادوبيس. يعني حاسس الساقية الصاوي لو فتحوا النشاط ده عندهم ممكن يكسبوا من المدرسين اكتر ما بيكسبوا من امير عيد. مدرسين الثانويه عامه المعروفين بيتعاملوا كسيلبرتيز بس لفئه عمريه محدده، زي بتوع الكيبوب كده اللي هم بيسموهم ايدولز، اللي هم معروفين فشخ بس في سن معين كده، في سين معين، سين السناتر والثانويه العامه. وبيطلع عليهم اشاعات كده. عارف مستر محمود ده معاه كام عربيه؟ انت عارف عايش في قصر عامل ازاي؟ ده بيقولوا مستر محمد بيجي بعربيه بي ام قديمه كده عشان يغزي العين، لكن هو عنده بي ام ورانج روفر ومرسيدس. تلاقي بقى ايه العيال فوربس بقى بيحسبوا الثروه التقديريه للمستر. من الحاجات برضو الغريبه في ثانويه عامه ما كنتش بفهمها هي كميه الملازم والكتب والاسئله اللي كانت كل يوم بتظهر، وكل يوم بتطلع حاجه جديده، كل يوم في حاجه بتطلع كده. هي دي الامتحان، هو الامتحان هنا. تلاقي بقى العيال الدحيحه يقابلوك في حته يقولوا لك انت ذاكرت من ملزمه بس؟ ده احنا ذاكرنا من ملزمه وجبنا كتب خارجيه وقفلناها. وانت بقى ايه؟ تجري تجيب الكتب الخارجيه دي لحسن يكون فيها الامتحان. تلاقي العيل من دول بيقول لك تحليت بس الكتب الخارجيه وذاكرت من ملزمه بس؟ ده كراسه الاول نزلت وقفلتها 3 مرات. كراسه الاول دي بقى ما بفهمش بقى. الكراسه كده كانت بتنزل في قبل الامتحان بشهر، وكان برضو بيطلع عليها الاشاعه بقى ان الامتحان بيجي منها، وهو ولا بيجي منها ولا نيله، وانت تقوم برضو زي العبيط تروح تجيبها. طبعا انا ما كنتش بحل كل ده يعني، بس كنت بروح اجيب الحاجات دي احتياطي ما اعرفش. تلاقي برضو العيل الدحيح ده اللي عنده مرض الكمال ده يجي يقول لك ذاكرت من الكتب الخارجيه والملزمه كراسه الاول بس. لا لا لا. يقول لك كده بقى يوم الامتحان الصبح انت ما حلتش الاسئله اللي في الجرايد. ده بيقولوا ان الاسئله اللي في الجرايد دي معروفه، الاسئله اللي في الجرايد دي بيجي منها الامتحان. اسئله الجرايد دي برضو ما اعرفش لسه بتنزل ولا لا. كانت حاجه برضو غريبه. ليه امسك جورنال اقعد احل فيه؟ اللي هو ابقى قاعد باكل ملوخيه بايدي اليمين وعمال احل بايدي الشمال، في نقطه ملوخيه واقعه على السؤال مش عارف اقرا منها. ليه القرف ده؟ المهم ان انت بتذاكر خلاص وبتاخد مع مدرسين الثانويه العامه التوب، بتروح تشوف اكتر مدرس مصر كلها بتاخد معاه، وبتاخد معاه عشان تبقى حاسس ان انت في الامان. وبتخش اول امتحان وبتخرج منه تبقى عادي يعني، قشطه حليت يعني. بس لا يعني انت في ثانويه عامه فين الافوره؟ لازم في حاجه مأفوره في الموضوع. تلاقي بقى المشهد المعتاد بتاع البنت اللي بتنهار قدام اللجنه في اول يوم. البنت دي بتبقى منشط كده في الجردان: انهيار طلاب الثانويه العامه بسبب صعوبه الامتحان. ساعات بيبقى في فيديو كده اللي هو بالورقه والقلم خدتيني 100 قلم، وبنات بتقع بقى كده على الارض. وانا عايز افهم حاجه: هو لو صعب هيبقى صعب على الناس كلها والتنسيق هيقل، ولو سهل ما هو هيبقى سهل على الناس كلها والتنسيق ساعتها هيفشخكوا كلكم. ما هي هو نفس الامتحان وهو نفس المنهج. لو انت لوحدك بقى شايفه ان هو كان صعب يبقى كده المشكله فيكي. اصله نفس الامتحان ونفس المنهج، في الاخر كلنا هنخش نفس التنسيق. المهم تخلص بقى الامتحانات وتخش في فقره النتيجه، فتلاقي بقى ناس قرايبك من الدرجه الثالثه، من الدرجه الرابعه يكلموك اللي هو الو هو خالد عامل ايه؟ اولا انت مين؟ ثانيا خالد عمل ايه هيفرق معاك في ايه؟ حضرتك هتجوزني لبنتك يعني وعايز تتاكد يعني على مستقبل بنتك؟ عامه انا بحس ان هي تبقى حاجه بين الاهالي كده، بيبقى زي بيف خفي، اللي هو انا ابني جاب اعلى منك، هو انا بنتي جابت احسن منك، انا عرفت اربي احسن. الاهالي في الموقف ده بيبقوا عاملين زي المدير الفني كده بتاع الفرقه. كل واحد بقى بيبقى عايز ابنه يبقى احسن من ابن خالته ولا من ابن عمته. عامه دايما بيبقى في حد كده اهلك بيذلوك بيه. انا فاكر كويس الشخص اللي اهلي كانوا بيذلوني بيه كان اسمه تقريبا ابن
انا الشخص ده عمري ما انساه. الشخص ده كل ما بعمل حاجه هو بيعلي عليا، انت جبت 80% هو جاب 90%، انت جبت ميداليه برونز هو جاب ميداليه فضه، انت جبت ميداليه فضه هو جاب ميداليه ذهب، انت بتقرا ميكي هو بيقرا عن علم النفس، انت نزلت تشتغل في الصيف هو عمل مشروع ب 20 مليون جنيه وباعه في شارك تانك. انا الشخص ده عمري ما هنساه، دايما في بيني وبينه بيف كده، وهو ما يعرفش ان انا موجود اصلا. اعتقد ان الشخص ده ممكن انا اكون انجح منه دلوقتي، اعتقد. بس هو فشيخ يعني، هو دلوقتي في دبي تقريبا بياخد 50,000 في الشهر حاجه كده. هجيبه في يوم من الايام. المهم ان في ناس بقى ايه تتذاكى، ما بتسالش السؤال بتاع هو خالد عمل ايه مباشره كده، لا تلاقيه بيقول لك هو انت رقم جلوسك كام؟ انا معايا على التليفون دلوقتي واحد في الكنترول هيجيب لنا نتيجه دلوقتي، قول لي بس كده انت كان رقم جلوسك كام؟ انا معايا ادمن موقع مصراوي على التليفون. فكره اصلا ان احنا كنا بنجيب نتيجه من موقع مصراوي دي مضحكه. مش عارف لسه الناس بتجيب نتيجه من موقع مصراوي ولا لا، بس انا فاكر زمان كنا اصلا بنجيبها من السايبر، يعني كنا بننزل سايبر ندفع فلوس، كانت خدمه يعني السايبر بيقدمها، بس انا كنا في العصور الوسطى. المهم يعني انت بتعدي بالفتره دي وبتخلصها والنتيجه بتطلع، وتبتدي بقى في سباق تاني وهو سباق الجامعه. ده بقى عايز فيديو تاني خالص، تجري بقى بورقك على الجامعات تشوف مين يدخلك، اللي معاه فلوس بيجري يحجز، واللي معهوش بيشوف هيترمي في انهي محافظه ولا في انهي كليه. وبعد الجامعه بقى تبتدي سباق الشغل، وبعد الشغل تبتدي في سباق الجواز، وهكذا وهكذا. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان السباقات دي مع الوقت بتبقى اسهل، يعني ما اعرفش ازاي، ممكن تكون انت بتاخد خبره في الحياه عامه، او تبقى عندك خلاص بقى مناعه، بتبقى اتعودت. مش عارف ليه كلامي بقى ايموشنال فجاه، حاسس ان كلامي دلوقتي بقى عامل زي اليوتيوبرز اللي بياخدوا لهم حتت كده ويعملوها ابيض واسود ويركبوا عليها موسيقى حزينه وينزلوها على تيك توك. بس انا بكلمكم كلام بجد حاسس بيه يعني. عامه اللي عايز اقوله في النهايه، لو هقول لكم نصيحه بجد يعني، اول حاجه اي حد يجي يطلع يقول لكم تعالوا اديكم نصيحه، ما تسمعوش كلامه. جو بقى اليوتيوب شانلز بقى بتاعت دروس اونلاين بقى، ومش عارف بقى كريم اسماعيل ولا محمود اسماعيل ولا لا، محمود اسماعيل ده بتاع الانمي. يعني يكن يعني بقى اي حد بيتكلم بقى في ان انتوا لازم تاخدوا كورسات ولا لازم تعملوا تو دو ليست، فكوكم من الكلام ده يعني. ما اعتقدش ان في حد بيتفرج على دروس اونلاين ناجح. تاني حاجه الثانويه العامه بجد سنه هي مش هتحدد مصيرك باي طريق من الطرق، عشان انا ساعتها كان في دماغي ان السنه دي يعني هبقى بني ادم محترم، هبقى شحات همشي اشحت واتسول في الاشارات. انا كان متصدر لي الصوره دي من المدرسين ومن اهلي، انا لو جبت تحت 90% انا المجتمع هينبذني، انا مش هيبقى ليا مكان في سوق العمل. الموضوع ده بجد ملوش علاقه تماما باي حاجه بعد الثانويه العامه، ولا ليه علاقه باي حاجه بعد الجامعه. بجد اللي بيحدد كاريرك هو انت والشغل اللي انت بتشتغل عليه على نفسك. لو الثانويه العامه او السنه دي هتحدد حاجه، فهي هتحدد حاجه واحده بس، ابوك هيدفع فلوس كتير في جامعه خاصه ولا لا. لو جبت مجموع حلو ودخلت كليه هنا قريبه مش هيدفع، لو تنسيقك هدفك بعيد ابوك هيضطر يدفع عشان يجيبك كليه هنا. او لو انت بقى فعلا في حاجه حاسس ان انت كويس فيها وموهوب فيها وعايز تخشها، زي مثلا فنون جميله، طب بيطري، يا عم هندسه، انت نفسك تخش هندسه وحاسس ان انت مش عارف يعني نفسك تبني عماره مثلا، او بتحب العربيات مثلا فعايز تخش ميكانيكا، فساعتها فعلا السنه دي هتحدد انت هتدرس في الحاجه اللي بتحبها ولا لا. بس السنه دي عمرها ما هتحدد انت هتبقى ناجح في المجال ده ولا لا، ولا هتحدد مستقبلك، ولا هتحدد مرتبك لما تتخرج، ولا اي حاجه. السنه دي بالنسبه لي بجد كانت كابوس يعني. انا دايما بشبهها ان انا كنت نايم وحلمت حلم وحش قوي وصحيت في الاخر كنتش بشوف الشمس، كنتش بشوف صحابي، كنتش بشوف اي حد، اتخليت عن كل حاجه، اتخليت عن صحاب، الرياضه، صحتي النفسيه، تعبت ساعتها وتخنت. متعملوش كده اكيد، عشان مش حاجه اصلا صحيه لدماغك ان انت صحتك النفسيه تبقى وحشه. وعايز اقول حاجه برضو كمان، ان عامه اي شخص ناجح دلوقتي نادرا ما هتلاقيه جايب مجموع كويس. انا اصلا حاسس ان انا عمري ما هبقى ناجح عشان انا جبت مجموع حلو في ثانويه عامه. يعني حاسس ان انا لو قعدت في بودكاست مش عارف اقول اني كنت فاشل. وبس كده، اتمنى ان انتوا بجد تعدوا من السنه دي على خير، تفرحوا اهاليكوا، تخشوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها. سلام من كل ده ان انتوا تبقوا عارفين فعلا انتوا حابين ايه وعايزين ايه، ما يبقاش قراركم مبني على رغبات ناس تانية. لان في الاخر لو دخلت هندسه او لو دخلت طب، انت اللي هتقعد 5 سنين في حياتك تروح كل يوم تدرس الحاجه دي وتروح تاني. حاجه برضو مهمه دي برضو بجد نصيحه لازم تقف في دماغكم جامد قوي، اختاروا جامعه قريبه من البيت، عشان بجد الموضوع هيفرق. يعني لو هتخش معهد لاسلكي جنب بيتك وهتفكس الهندسه اعمل كده واسمع مني، مالكش دعوه. وبس كده، بكده نكون خلصنا واتكلمت في كل الحاجات اللي انا تقريبا عايز اتكلم فيها. في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. وحابب اختم الحلقه دي باغنيه
الثانوية العامة لسعد الصغير. جت في الثانوية 50%، جت في الثانوية 50%، درجاته نهائية. حتى الجغرافيا عدت بالعافية، حتى الجغرافيا